مشاهدينا ومتابعينا سلام الله عليكم. وصلنا إلى ساعة الحسم، وصلنا إلى اليوم الموعود 18 يناير، نهائي بطولة إفريقيا، الحدث الأبرز في كرة القدم الوطنية منذ 22 سنة، منذ 14 فبراير 2004، منذ تلك الليلة المأساوية، منذ الكرة التي مرت من تحت يد فهامي. إذا كانت قد كتبت على جدران سانسيرو سيغفر الرب للجميع إلا باجيو. نقول في المغرب لن ننسى أبدا كرة فهامي إلا إذا فزنا يوم الأحد إن شاء الله، لا مجال للخطأ. لسنا مستعدين لتكرار ليلة رادس. هذا الفريق يستحق التتويج مثل ما كان فريق 2004 فريق بدو الزاكي يستحق التتويج، وكان ذلك المنتخب ربما قادر أنه يحقق بعض النتائج اللي مبهرة لولا إخفاق تلك الليلة. ذاك الإخفاق بصراحة ضيع جيل ومجموعة من الأسماء اللي كانت رائعة جدا، اللي كانت هذيك النقطة مفصلية ومحورية في المسار ديالهم. ربما لو لم تمر تلك الكرة من تحت يد فهامي لكان ذاك الجيل قادر على أن يحقق أمور كثيرة. قدر الله وما شاء فعل، ونتمنى يوم الأحد أن تبتسم لنا المستديرة وأن نستطيع تحقيق بطولة إفريقيا في مقابلة ليست بالسهلة، مقابلة ليست بالهينة. منتخب السنغال اللي صراحة من أقوى المنتخبات في هذه البطولة، ومنتخب اللي مختلف، منتخب بجودة خاصة. والأمر اللي كررته على مسامع بزاف ديال الأصدقاء هو أن واحد المقابلة بقات في بالي من بين المقابلات اللي تلعبوا دوليا مؤخرا، هي المقابلة اللي لعبها منتخب السنغال كونتر إنجلترا ضد إنجلترا في لندن. وكتعرفوا مزيان المنتخب ديال الإنجليز كيفاش داير، مجرة النجوم، وسط ميدان مرعب، دفاع حدث ولا حرج، اختيارات في الهجوم بلا عدد. والسنغال سيطرات على المنتخب الإنجليزي في لندن، دورت عليه كرة ولعبت عليه كرة كيف ما لعبتها على مصر، كيف ما لعبتها على مجموعة من الفرق. هذه مباراة خاصة لأن المنتخب السنغالي عنده جميع المقومات. المنتخب السنغالي ماشي هو نيجيريا، ماشي هو كاميرون، ماشي هو فريق آخر من ناحية الجودة، من ناحية جودة اللاعبين وتكنيكمون كما كنقولوا. فريق كعبه عالي تقنيا. مقابلة لن تكون سهلة، مقابلة تحتاج 200% ديال التركيز. عندنا كامل الثقة في الكتيبة الوطنية، قادرين يجيبوا هذا اللقب بسهولة، ولكن الحيطة والحذر. خص كل شيء يلعب في هذه المباراة، خصنا نلعبوا على واحد الجزئيات بسيطة لحسن الحظ، هو أن كاين واحد لو شوك غادي يوقع اللاعبين ديال السنغال في أول مقابلة ديالهم في مولي عبد الله. خصنا نراهنوا على هذه القضية بزاف، نراهنوا على الحضور الجماهيري. الكل يوم الأحد
لو تو بوغ لو تو باش نربحوا هذا الماتش. شفنا مقابله ديال السنغال مع مصر، رغم التكتل الدفاعي ديال المصريين، رغم الكلاحه الكرويه ديالهم كيف ما كيقولوا هما، ديك الكره ديال اللي ما بقاتش كتلعب، ديال عمر 5 في الدفاع، ولا عمر 5 في الميليو التيران، ورجع اللور واستنى ترمي شي كره صلاح والتحايل والطيح ونوض وضيع على وقته. وبالرغم من كل ذلك خرج المنتخب السنغالي منتصر. راه كنسمعوا المصريين تصريحاتهم جن جنونهم، جن جنون حسام حسن، ولكن ما ينبغي أن يعرفه المنتخب المصري وإخواننا في مصر والمشرفين والمؤطرين لكرة القدم المصرية، وصراحة أن كرة القدم اللي باغي واللي كيبغي يلعبها المنتخب المصري ربما تجاوزها التاريخ. كرة القدم الحديثة صارت فيها أمور أخرى، يمكن هذاك لو ستيل، هذاك الشكل اللي كانوا كيلعبوا به المصريين كان ناجح في واحد الوقت من الأوقات. كان الفرق الإفريقية ضعاف تقنيا، كان يعني بزاف ديال الأمور كيلعبوا بلاعبين محليين، ما كانوش عندهم محترفين، ما كانش عندهم الجودة الكافية. كرة القدم في إفريقيا تغيرات، أنك تلعب واحد البلوك ديفونسيف وجمله تكتيكيه واحده، باش ما نكذبوش على راسنا ويسمحوا لنا الاخوه في مصر، جمله تكتيكيه واحده باغي تاخذ بها بطوله افريقيا. حسام حسن كيلعب جمله واحده، اي لاعب ياخذ الكره في الميليو التيران، وحبذا لو كان امام، لانه الوحيد اللي قادر شويه يشد الكره ويزيد بها. كيفكر تفكير واحد هو ان دفع الكره لصلاح، دفع الكره لمرموش. ربما في بعض المقابلات تقدر هذيك الجمله تخدم لك، مي مع فرق اللي عندها وعي تكتيكي وتقني وكتدرس المباراه مزيان، صعب انك بجمله واحده غادي تقدر تغلبها، لان غادي تكون مقابله شطرنج. وشفنا مزيان المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب نيجيريا. الركراكي مع المدرب ديال نيجيريا لعبوا ماتش ديال البوكس، ماتش ديال البوكس ماشي في المعنى ديال البدني ديالو، ولكن في المعنى ديال التقنيه ديال الماتش ديال البوكس. حتى واحد ما باغي يطيح لاكارد، وكل واحد خايف الاخر يضربوا بالكاو. المغرب كان كيهاجم ولكن بحذر، بالرغم ان المغرب دار 13 محاوله على المرمى ولا، ورغم ذلك فانه كان كيلعب بحذر، ما وطاش على نيجيريا بحال وطا على الكاميرون، لانه عارف ان نيجيريا عندها الجوده وعندها واحد بزاف ديال الامور. والمدرب ديال نيجيريا حتى هو ما كانش قادر يغامر. حقا نعطيو الناخب الوطني السي وليد الركراكي حقه، انه دار بعض الامور اللي على سبيل المثال فاش بدات المقابله ديال الجزائر مع نيجيريا، اي انسان عاقل ما فهمتش انا بيتروفيتش فين كان كيفكر، ولكن كيفاش انت مع منتخب نيجيري كيبني اللعب ديالو بالمدافعين، انت غادي تلعب له بلا لاعب رقم 9. وراه ما شفنا الكعبي عيا في الماتش ديال نيجيريا اكثر من شي ماتش اخر. لماذا؟ لان الدور ديال الكعبي كان محوري جدا. واخا ان كنشوفوا بزاف ديال الناس كتشوف ان باسي ذاك المدافع القوي ديال نيجيريا لعب على الكعبي بزاف وخدا له بزاف ديال الكواري، ولكن راه حتى الكعبي حرم نيجيريا من البناء ديال اللاعبين اللي كيديروه المدافعين، اللي كيديروا باسي والمدافع اللي حداه. كان كيضغط عليهم، كان ما خلاش ان نيجيريا تهبط. في المقابله ديال الجزائر المدافعين ديال نيجيريا كانوا كيتساراو بالكره، كيحوسوا بالكره كما بغاو، وكيبنيو اللعب مرتاحين. يعني مع فرق بحال هذه بعض الامور اللي ما يمكنش تفرط فيها. ما قلنا مقابله تاع نيجيريا مع المغرب كان ماتش ديال البوكس، حتى واحد ما باغي يطيح لاكارد، كل واحد كيهجم ويرد البال، يهجم ويرد البال. داكشي علاش بقات المباراه 0-0 ومشات حتى لضربات الجزاء. هذا الشيء فاش كنهضروا اللغه ديال الكره وحنا كنناقشوا كره القدم بلا ما نناقش شيء اخر بحال كيديروا ناس اخرين. هذه لعبه عندها متتبعين ديالها، معجبين ديالها، هواة كره القدم. لا نبحث عن شيء اخر. من يبحث عن شيء اخر ولا باغي يدير سياسه ولا يدير شي حاجه اخرى، شغل هذا. كنا نحن نتكلم في كره القدم وفقط.
قلنا ان الكعبي لعب دور محوري في هذيك لعبه الشطرنج بين المنتخب النيجيري والمنتخب الوطني المغربي. السنغال مع مصر، مصر ما قدراتش تجيري تقنيا. حسام حسن ما قدرش يناور مع المدرب ديال السنغال تقنيا. قلنا جمله واحده ما يمكنش تربح بها بطوله، جمله واحده ما يمكنش تربح بها ماتش نصف نهائي في بطوله كبيره. ضروري من المناوره، انت تناور والمدرب الاخر يناور وانت كتقراه هو كيقراك في الطون زيرو، في لحظه زيرو راه كيكون كل واحد كيقرا المدرب الاخر وكيشوف شنو غادي يدير باش يقدر. للاسف المهم مصر فريق كبير في افريقيا ومنافس اللي قوي، واللي كنتمناو انه يعود بقوه، لان هذه هي الجماليه ديال كره القدم. حنا ما كرهناش كاع الفرق ديال افريقيا تكون فرق قويه. حنا ما كنخافوش من المنافسه، بالعكس قد ما كانت الفرق قويه وقد ما كانت المنافسه طالعه قد ما حنا المغاربه كنعرفوا راسنا كنكبروا مع المنافسه وكنزيدوا نأديو احسن وكنكونوا افضل وكنكونوا اقوى. يعني المنافسه في افريقيا الى تطورات والفرق الافريقيه ولاو قويين، هذا الشيء في صالحنا ماشي ضدنا. حنا ما كرهناش ان مصر تكون عندها فريق قوي والجزائر تكون عندها فريق قوي وتونس تكون عندها فريق قوي ونيجيريا والكاميرون والسنغال. وعلاش لا في بطولة العالم نلقاو جوج فراقي ثلاثة من افريقيا، وربما في ربع النهائي، وربما علاش لا جوج فراقي من افريقيا يلعبوا نصف النهائي. لما لا؟ التطور ديال كرة القدم في القارة بأكملها هو من التطور ديالنا، يعني رابح. تكونش عندنا العقلية العدمية ديال الناس اخرين ديال باش نكون انا مزيان راه خاص الاخرين ما يكونوش مزيانين. لا، الا كنا كاملين مزيانين كلنا غادي نوليو نلعبوا في واحد النيفو افضل. القوه ديال المنافس ديالك والجوده ديال المنافس ديالك هي اللي كتخليك انك تكون عندك انت جوده افضل. نتمنى الخير. المباراه مع منتخب السنغال كيف ما قلنا ماشي سهله. المحرك والدينامو ديال السنغال واضح. صانع الالعاب ديالهم معروف. ساديو ماني اللي صراحه خصنا نلعبوا عليه بزاف. خص الحكيم يكون في الموعد. العيناوي ان شاء الله ما نخافوش عليه. مفاتيح اللعب عند منتخب السنغال كثيره، وكنظن ان الفريق التقني ديال المنتخب الوطني ما قدرش يقصر في هذه الناحيه هذه. غنتمناو بحول الله تعالى نكونوا مركزين بزاف، نكونوا فعالين بزاف، لان كل كره مهمه. شفنا مع نيجيريا بزاف ديال الكواري الكره ما بغاتش تدخل ولا ما كناش فعالين، ما قدرناش نحسموا الماتش في شحال من لقطه. نتمناو في الفينال ان شاء الله اننا نكونوا حاسمين، ان كل كره مهمه جدا. نتمناو ما نعيشوش ستريس اللي عشناه في المقابله تاع نيجيريا، لانه صراحه كانت مباراه نفسيا متعبه جدا. ضربات الجزاء كي قال هذاك الحمد لله ربي جا مجيتنا ووقف معنا وبونو الله يخطي علينا. كان رجل ونعم الرجال. تجاوزنا العقبه الاصعب والماتش الاعقد في هذه البطوله هذه. بقينا فينال ماتش ديال الكره ديال بصح مع السنغال، وهذاك الشيء اللي كيعجبنا حنا المغاربه، وهذاك الشيء اللي كنعرفوا نديرو. كنعرفوا نلعبوا كره، كنعرفوا نفننوا، كنعرفوا ماتش مع السنغال ماشي ماتش بدني، وهذا اكثر ما هو ماتش تقني فني تكتيكي. قادر عليها وليد الركراكي. قادرين ان شاء الله نربحوا يوم الاحد هذه البطوله هذه، وان شاء الله غادي تكون هي الانطلاقه الالقاب والقاب. وهذا الجيل هذا والجيل اللي موراه ديال وهبي قادر بكل ثقه انه يسيطر على افريقيا 10 سنين او 20 سنه جايه. نتمنى الخير. حظ موفق. ستريس ديال المباراه شدنا حنا من دابا. الله يكون في عوان اللاعبين والطاقم التقني، ولكن خير اللهم اجعله خير. شكرا لكم.